كل سنة وانتم طيبين. تعالوا مع بعض نشوف ازاي عملنا كحك العيد اللي انتم شايفينه بالحلاوة والاختلاف ده. هتلاقوه ان شاء الله من داخل الفيديو، هتلاقوا التفاصيل والتركات والحركات وكمان الاسرار. بس طبعا هتخشوا معانا الفيديو عشان تشوفوا تركاته وحركاته اتعملت ازاي. استنونا. معانا دلوقتي المقادير بتاعه الكحك. معانا كيلو دقيق ومعانا 550 جرام من الزبده على السمنه. هنا زي ما انتم شايفين الزبده مع السمنه، انا هعمل ميكس مع بعضه عشان يديني الطعم الحلو. معانا ايه كمان؟ معانا معلقتين سكر كبار بودره زي ما انتم شايفين اهو، ومعانا هنا بوكين باودر، ومعانا هنا خميره، وكمان سمسم محمص. انا جبته ني الحقيقي وحمصته، بيبقى اجمل قوي في الوصفه، بتبقى حلوه. معانا معلقتين كبار لبن بودره، ومعانا الخميره بتاعتنا، لا ريحه الكحك دي، لان الخميره اهي دي ريحه الكحك بتاعتنا. ومعانا كمان ذره الملح، ومعانا اللبن على الميه كوب الا ربع. هنشوف بقى هنحتاجه كله ولا لا، هنشوف معانا طبعا في الوصفه. طب هنعمل ايه؟ هنبتدي نحط السمنه بتاعتنا اهو زي ما انتم شايفين كده، وتكون بدرجه الغرفه بتاعتنا زي ما انتم شايفين، عشان تبقى ايه، انا عايزاها ناعمه معانا. وبعدين هقوم حاطه الزبده كمان معاها بالشكل ده اهو، نص يعني المقادير بالظبط نص كيلو سمنه عليها معلقه كبيره عشان تبقى 550. هنبتدي نحط عليها ايه؟ السكر البودره بتاعنا اهو، عشان هدعكم كده مع بعضيهم الاول بالشكل ده اهو. وبعدين يدعك جامد قوي شويه كده لحد ما تدوب معانا. بقت زي ما انتم شايفينها بالمنظر الحلو ده. طبعا احنا بنعمل كحك على البارد، في كحك تاني اللي هو كحك المصري بتاعنا اللي هو على السخن. طبعا احنا مش عاملينه لان اكتريته دلوقتي بنعمل الكحك اللي هو البارد عشان بنستسهل. هنعمل ايه دلوقتي؟ جبنا كيلو دقيق. كيلو دقيق هنحط عليه ايه؟ هنحط عليه ملح، ذره الملح بتاعتنا، ونقلبه كده. هو منخول طبعا، لازم يكون منخول. وكمان معلقه صغيره كده بيكنج باودر، معلقه شاي صغيره بيكنج باودر، وبرده نقلب. وبعدين هنحط عليه ايه؟ السمسم بتاعنا زي ما انتم شايفين، معلقتين سمسم كبار بالشكل ده اهو. وزي ما انا قلت لو نجيبه ني ونحمصه عندنا بيبقى احلى كتير قوي قوي قوي. وهنحط ايه كمان؟ هنحط معلقتين كبار لبن بودره طبعا على الوصفه هنا. بعدين نعمل ايه؟ الكوبايه الا ربع من اللبن وللميه، ربع لبن والنص التاني ميه. هنحط عليهم ايه؟ هنحط عليهم الخميره بتاعتنا بالمنظر ده ونقلب. وحطيت كمان معلقه كبيره ريحه الكحك. هنبتدي بقى ننزل الدقيق عندنا كده بالمنظر ده اهو، واحده واحده كده اهو. ونبتدي ايه؟ بس يعني ندعك الدقيق كده ببعضيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو بالمنظر ده. ونبتدي نحط الجزء التاني. حاسه ان دي هتبقى ضيقه شويه، فهجيب حاجه اوسع معايا. ده كده بعد ما جبنا الطبق الواسع زي ما قلت لكم، حطينا الخميره معاها اللبن كوبايه الا ربع لبن ونص ميه دافيه، اهم حاجه تكون دافيه. حطينا فيها الخميره وقلبناها، وزي ما انتم شايفين كده بقى بالمنظر ده. العجينه عندنا اهي جاهزه للتشكيل. معانا ايه بقى؟ معانا البصامه بتاعتنا بالشكل ده، وكمان معانا زي ما انتم شايفين الحاجات دي براحتكم، عايزين تجيبوها براحتكم، عايزين تبصموا البصامه براحتكم، عايزين تجيبوا مناقيش. الوصفه تنفع ان احنا ننقش فيها يعني عادي، ان تبقى زي الفل باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. بقى نبتدي نعمل معانا. طبعا قبل ما اعمل اي حاجه انا عامله برده فيديو هعمله لكم رابط ان شاء الله على الفيديو ده اللي هو البيتي فور، وعامله كمان غريبه وعامله معمول، عشان اللي عايز برضو يخش ان هو يتفرج عشان يعمل الحاجات دي موجوده عندي ان شاء الله على الصفحه. خشوا واكتبوا هتلاقوها. انا عامه على الفيديو ده هنزل لكم الفيديو ان شاء الله باذن الله اللي هو بتاع البيتي فور باذن الله. يعني هنبتدي نجيب العجينه بتاعتنا بالمنظر الجميل اللي انتم شايفينه ده اهو، معجونه ومخدومه كويس جدا. معايا طبعا المساعده الجميله بنتي عشان تساعدني، جايه النهارده عايزه تقول لكم كل سنه وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. ايوه عشان تساعدني بقى، هي المشرفه بتاعتي وهي اللي ايه بتساعدني في الحاجات دي. هنعمل بقى زي ما انتم شايفين العجميه اهو، زي ما انتم شايفينها كده نكورها ونعمل كده عشان نبتدي نحط فيها العجميه بتاعتي اهي. هنقوم حاطينها كده بالشكل ده ونقفل عليها اهو بالشكل اللي انتم شايفينه ده اهو. بصوا العجينه عندي جميله جدا جدا اهو. نقوم مبصمينها بالمصامه عندي بقت كحك
كل سنه وانتم طيبين بالمنظر الحلو ده. هنحطها عندنا بقى ايه في الصاج اهو. نبتدي ناخد كمان واحده، نعمل بقى صف كده في الصاج عجميه، وبعدين ايه اللي عايز يعمله بقى صاج كامل عجميه براحتكم، عايز يعمل مع اللي هو العجوه براحتكم بقى، اللي انتوا عايزينه الاتنين موجودين اهو. وبعدين نقوم حاطين بقى واحده عجوه كده وتكون صغيره عشان ما تطلعش مني في الفرن. وبكده نكون خلصنا كيلو دقيق عمايل الكحك زي ما انتم شايفين. كيلو كان مقدار كيلو، عمل ايه؟ عمل صاجين زي ما انتم شايفين كده بالاشكال المختلفه. براحتكم بقى الشكل اللي يعجبكم امشوا عليه. كل سنه وانتم طيبين. هيخش الفرن زي ما انا قلت على 200 ان شاء الله مده 10 دقائق باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، وهتشوفوا ان شاء الله بعد الخروج من الفرن باذن الله. وبكده ان شاء الله نكون خلصنا. الصاج بتاعنا طالع من الفرن زي ما انتم شايفينه باللون الجميل ده، وكمان القعر بتاعه هو جميل وتحفه. كل سنه وانتم طيبين. اللهم صل وبارك عليك يا رسول الله. طالع من الحلاوه اللي انتم شايفينها دي ان شاء الله باذن الله. هتشوفوا في التصوير مع السكر البودره باذن الله.